لو كنت بتتفرج ايها المشاهد على الفيديو ده سواء على فيسبوك او حتى يوتيوب، فانت غالبا كنت بتقلب في التايم لاين بلا هدف لحد ما ظهر لك الفيديو ده. لكن يا ترى ايه الحاجه اللي بتخلينا نفضل نسكرول ونقلب كده وخلاص؟ ويمكن كمان نكون زهقانين واحنا بنقلب ومش مستفيدين اي حاجه خالص، ومش بيبقى سهل خالص انك توقف تقليب. ونفس الحاجه دي هي اللي ممكن تخلي الشخص مدمن كحول، مدمن تدخين، هيروين، سوشيال ميديا، اباحيه وغيرهم. والحاجه دي هي الريورد سيستم او نظام المكافاه الموجود في مخنا. من المعروف لينا ان احنا بنقدر نستجيب ونتواصل مع البيئة اللي حوالينا بمساعدة جهازنا العصبي، وان المكون الاساسي للجهاز العصبي هو المخ. والمخ ايها المشاهد رغم انه بينظم كل حاجة تقريبا في جسمنا ومن غيره احنا ولا حاجة، رغم ده المخ في اوقات معينة قادر انه يسبب الكثير من المتاعب والمشكلات، زي ما بيحصل مع الشخص المدمن اللي لما يبدأ يعتاد على فعل معين ويكرره بشكل كبير يحصل خلل في نظام المكافأة في المخ. عمالين نقول نظام المكافأة نظام المكافأة، ايه نظام المكافأة ده؟ نظام المكافأة ده عبارة عن شوية تجمعات عصبية من كذا منطقة في المخ بطريقة منظمة، فيعملوا لنا مسار عصبي اسمه الميزوليمبيك باثواي، والمسار ده بيربط ما بين المنطقة السقيفية البطنية او الفنترال تيجمنتال اريا بالنوايا المتكئة او النيوكليوس اكامبنز، والناقل العصبي اللي بيفرز على طول المسار ده هو الدوبامين. مش مهم خالص تعرف الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده، بس المهم انك تبقى عارف ان الناقل العصبي اللي بيفرز في نظام المكافأة هو الدوبامين. في الشخص الطبيعي نظام المكافأة هو اللي بيحفزنا ان احنا نقوم بالافعال المهمة لبقائنا، زي الاكل والشرب والتواصل الاجتماعي وغيرهم. يعني على سبيل المثال لما تجوع هيحفزك انك تاكل، وبعد ما تاكل وتتبسط بالاكل يقوم مخزن عملية الاكل دي في صورة ذكرى ممتعة pleasurable memory. طب هيخزنها ازاي؟ بانه هيبعت اشارات عصبية لمركز التعلم والذاكرة في المخ اللي هو منطقة الحصين او الهيبوكامبس، علشان لما تجوع بعد كده تفتكر طعم الاكل الحلو فتتحفز انك تاكل. كمان هيبعت اشارات عصبية لحاجة اسمها اللوزة الدماغية او الاميجدلا المسؤولة عن الايموشنز المشاعر، واللي هتدي لك احساس السعادة وانت بتاكل. كمان في اشارات بتتبعت للبري فرونتال كورتكس او القشرة الجبهية المسؤولة عن تنسيق الافعال والتصرفات. المهم كده كل ما هتجوع نظام المكافأة هو اللي هيحفزك انك تاكل، وده شيء مهم جدا لبقائك. لكن في الشخص المدمن النظام بدل ما بيبقى متوجه لاحتياجات الشخص الضرورية للبقاء بيتجه للمادة اللي الشخص ادمن عليها. يعني نقدر نقول ان النظام بيختل، وهنعرف برضو مع بعض ليه النظام بيختل لما الشخص بيدمن على مادة معينة. لكن بعد ما نعرف الاول ازاي اصلا اي نظام في الدماغ بيشتغل. ادمغتنا دي عبارة عن ملايين من الخلايا العصبية اللي بتبقى متصلة ومتواصلة مع بعض، والتواصل ده بيتم عن طريق مواد كيميائية اسمها النواقل العصبية او النيورو ترانسميترز. والنواقل العصبية دي وظيفتها انها توصل رسالة او امر معين لمكان ما في الجسم. يعني مثلا في نقل عصبي مسؤول عن الاستجابة اللا ارادية فيدي لك امر بانك تشيل ايديك لو حطيتها على حاجة سخنة وانت مش واخد بالك. نقل عصبي تاني مسؤول عن الحركة، وواحد تالت مسؤول عن انه يظبط لك ضغط الدم، وهكذا. فهتلاقي لكل وظيفة ناقل عصبي مسؤول عن انه يدي اشارة للخلية علشان تقوم بالوظيفة دي. تمام. وزي ما قلنا من شوية ان الناقل العصبي اللي بيفرز في نظام المكافأة هو الدوبامين، فبالتالي الدوبامين هو الناقل العصبي اللي هيحفزنا ان احنا نعمل الحاجات اللي بتبسطنا، سواء كانت الحاجة دي مفيدة لينا او حتى مش مفيدة. هيفرز بكمية كبيرة لما تمر بتجربة سعيدة، ولما تفوز على صاحبك في ماتش بلاي ستيشن، لما تاكل الشوكولاتة اللي بتحبها، او لما تتعاطى نوع معين من المخدرات فتبقى مدمن. يعني ايه ادمان؟ الادمان بيتم تعريفه على انه اضطراب عصبي بيتسم بالحاجة المستمرة والشديدة للانخراط في سلوكيات معينة على الرغم من الضرر الجسيم والعواقب السلبية الأخرى. يعني الشخص المدمن ممكن يعمل أي حاجة حرفيا علشان يوصل للمخدر من غير ما يبص على أي ضرر أو أي عواقب ممكن تحصل. يعني نقدر نقول إنه فقد السيطرة على نفسه. لكن برضه ليه الشخص المدمن مدمن؟ أو ليه المخدرات والتدخين أو الإباحية بيخلوا الشخص مدمن؟ الفكرة في المواد دي إنها بتفرز كميات كبيرة من الدوبامين أكتر من أي فعل طبيعي تاني. يعني مثلا لو سألت شخص مدمن كوكايين تلعب بلاي ستيشن ولا تتعاطى كوكايين، طبيعي هيقول لي عايز كوكايين، رغم إن ماتش البلاي ستيشن هيديله دوبامين كتير بس طبعا قليل جدا مقارنه باللي الكوكايين هيديهوله. كمان المواد دي بيبقى تاثيرها مستمر لفتره اطول، والشخص اللي جرب المواد دي دماغه خلاص عرفت ان المواد دي بتديله دوبامين كتير، فبالتالي هو ممكن يعمل اي حاجه علشان ياخد القدر الكبير ده من الدوبامين. مع استمرار تعاطي المواد المخدره بيحصل حاجه اسمها التوليرنس، وهي ان الشخص المدمن ما عادش بيتبسط بالجرعه المعتاده اللي كان بياخدها، فبيضطر ان هو يزود الجرعه مع الوقت علشان يوصل لنفس النشوه اللي كان بيوصل لها. ولو الجرعه طبعا عليت اوفر دوز ده ممكن طبعا يدخله في غيبوبه ويسبب وفاه.
الادمان شبح سرق حياة واحلام ناس كتير، وكان سبب في انتحار الكتير برضه. ولان الادمان بيبوظ الكيمياء اللي في الدماغ، فبالتالي المدمن مش بيبقى قادر انه يسيطر على نفسه، وده طبيعي جدا هيخليه يفقد السيطرة على حياته. المدمن هيعمل اي حاجة علشان ياخد المخدر، هيصرف فلوسه حتى لو هو مش مقتدر ماديا على حاجة زي دي، هيسيب شغله ومسؤولياته علشان ياخد المخدر. تحس كده ان ضبطه لنفسه بيضعف جدا. كمان هينعزل اجتماعيا، وعلاقاته الاجتماعية بتضعف جامد. بس رغم ده التعافي من الادمان شيء مش مستحيل خالص. هو اكيد صعب لكنه مش مستحيل، والعلاج بيبقى فيه منه النفسي ومنه الدوائي، والمريض بيحتاج زي فترة تأهيل كده علشان دماغه ترجع تتظبط تاني وترجع لكميتها الطبيعية. وبس كده اعزائي المشاهدين، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. ما تنسوش تسيبوا لنا ارائكم واقتراحاتكم تحت في الكومنتس، وكمان برضو ما تنسوش اللايك والشير. ودمتم بخير وسلام.